انا من اسره يعني ممزقه، والاخوات كل واحد فينا في حته. كلنا كنا نشتغل عشان نساعد في البيت. وانت بتتمشى في الشارع طبيعي تشوف حد نايم تحت الكوبري، او شخص واقف بيبيع ايس كريم، او عيل صغير بس شغال شيال، وتدخل تفول عربيتك تلاقي عامل شكله ابن ناس وبشوش هو اللي بيفولك. تخيل ان دول دلوقتي الفنانين اللي انت ممكن تتمنى تاخد صورة معاهم. انا هقولك حكايتهم في ستوري بالعربي. قصص الفنانين مع الفقر من اكتر الحكايات اللي بتأثر في الناس، ولما الفنان بيجي يحكيها للجمهور بيحس انه بقى اقرب للشخص ده لانه شاف حياته كاملة. من الفنانين القدام اللي اتكلم عن الضنك اللي عايشه في حياته هو الفنان نجيب الريحاني، اللي مفيش حد فينا مش بيحبه، وفي بداية حياته كان هيموت ويشتغل في المسرح، بس ما كانش فيه ولا مكان راضي يقبله، لكن كان لازم يشتغل، ما هو مش هيقعد عاطل، واضطر يدور على شغل تاني، وفعلا لقى شغل في الصعيد كعامل في مصنع سكر. وللحظ الجميل المكان قال له بعد فترة شكرا مستغنيين عن خدماتك، ورجع للقاهرة تاني يدور على شغل، لكن حصل خلاف بينه وبين والدته قامت طردته من البيت. هنا هو شخص ماشي في أرض الله، لا شغل ولا حتى فلوس في جيبه ولا مكان يبات فيه، فبقى ينام تحت الكوبري في الحدائق العامة. بس الفترة دي ما قدرتش تنهي عليه ورجع يحاول تاني وبقى نجيب الريحاني. بس في فنانين تانيين كانوا مولودين وفي بقهم معلقة دهب وحياتهم اتشقلبت بين يوم وليلة، زي الفنان كاظم الساهر واللي والده كان شغال في الحرس الملكي في العراق، وحياتهم 100 فل و14، ومرة واحدة الحياة طبقت معاه مقولة دوام الحال من المحال، وتقاعد والده وأوضاعهم المادية بقت من سيء لأسوأ، فاضطر القيصر يساعدهم في البيت على الوضع ده، وبقى يبيع الآيس كريم في الشارع فترة، وفترة تانية يبيع كتب، وفي الآخر راح مصنع غزل ونسيج. وفي وسط ما كان بيساعد أهله منسيش نفسه، وبقى يحاول يشيل جزء بسيط من أي فلوس تدخله، وبعد ما جمع مبلغ اشترى آلة عزف وقرر يدخل معهد الدراسات الموسيقية، وفجأة تتحول حياته من بياع آيس كريم لقيصر الأغنية العربية. وتقريبا الأهل هم اللي بيبدأ من عندهم القصة كل مرة، زي قصة أحمد مكي اللي اتولد على العز والراحة وعمره ما كان يفكر في الفلوس ولا الأزمات المادية دي نهائي، لحد ما والده ووالدته اتطلقوا واضطر ينزل من الجزائر لمصر، وبالتحديد منطقة الطلبية. ورغم ان مكي بيقول طول عمره ان قد ايه منطقته الشعبية أثرت في حياته وخلته ناجح، بس ما قدرش يتجاوز النقلة اللي حصلت له، وقال ان من بعد انفصال اهله حياته اتحولت لجحيم. وزي مكي كان تامر حسني، واللي ما كانش عايش حياته العيشة المرفهة قوي، بس على الأقل كان في أب بيصرف على البيت، لكن ده انتهى بعد انفصال والده ووالدته، ولأنه وقتها ما كانش لسه دخل الجامعة ولا حتى معاه شهادة، اشتغل عامل في بنزينة وباع عطور في الشارع، وحتى مهنة عامل البنا اشتغلها. لكن المعاناة دي كلها بدأت تقل بعد ما دخل كلية الإعلام وبقى يعمل حفلات واتشهر ودخل الفن، وبقى الكل يتمنى يشوف تامر حسني في حفلة. لكن تخيل معايا كده تبقوا مش فقراء قوي يعني، بس أبوك يقولك خلصت امتحانات يلا يا حبيبي انزل شوف شغل، وقتها تبقى لسه طفل في ابتدائي او اعدادي. ده اللي عاشه عمرو سعد، واللي قال ان ظروفهم الماديه ما كانتش احسن حاجه، بس والدهم كمان كان عاوز يعلمهم انهم يعتمدوا على نفسهم من سن صغير، فبقى عمرو ينزل ويشتغل شويه على عربيه فول وشويه يشيل خشب باليوميه، وكل ده علشان يعرف قيمه القرش. طب ايه، هو الفن ما فيهوش غير رجاله بيعانوا؟ احب اقولك ان الملكه احلام نفسها كحت تراب قبل ما تكح الماس. أحلام قالت قبل كده في لقاء إن قبل ما تروح تسجل أول أغنية ليها النور كان قاطع في بيتهم، لأنهم ما كانش معاهم تمن تسديد فاتورة الكهرباء بتاعة البيت، علشان كده قررت في اللحظة دي إنها تدخل الفن وهتنجح وتبقى غنية. ورغم إنها حققت حلمها فعلا وعملت كده، بس ما نسيتش الناس اللي في ظروف زي ظروفها القديمة، لدرجة إن جوزها قال إنه منبهر بإحساسها بالفقراء، وإنها لو شافت واحد في الشارع محتاج فلوس بتقف وتديله كل اللي في جيبها وقتها، ده غير ان في اشخاص عامله لهم راتب شهري مدى الحياه. فالخلاصه يعني انت لو حاليا عايش قصه شبه قصه اي فنان من اللي قلنا عليهم دول، فطول ما انت بتحاول هتوصل، ومين عارف يمكن الناس تتمنى تتصور معاك بكره.